أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي، أنا هيام حسن ودي قناتي وإن شاء الله أقدم لك كل ما هو جديد من وصفات سهلة وسريعة. لو أنت أول مرة بتشوفيني دوس على علامة الاشتراك بالأحمر وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مكملين في باقي وصفات اللانش بوكس، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت البسكريم. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، عايزة أقول لك مش هياخد منك وقت خالص ولا تقريبا مكونات. عايزة أقول لك كل الكمية اللي قدامك دي من ربع كيلو دي. هنعمله بطريقة حلوة قوي، هيعجب ولادكم جدا، هينفع لللانش بوكس وهينفع كمان للفطار. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في الطريقة. اول حاجه معايا هنا تلت كوبايه من الزبده، تقدري طبعا تستبدليها بسمنه، هقول لك على كل البدائل واحنا شغالين. معايا كمان نص كوبايه من السكر البودر. نقلب بقى السكر مع الزبده لحد القوام بتاعهم ما يفتح، سواء بقى تقلبي بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي او حتى بالمعلقه بالسباتولا، اي حاجه هتمشي. اول القوام معايا مفتاحي زي ما انتم شايفين كده، هنزل بنص كوبايه من الزيت، وهبتدي هنا بقى اقلب تقليبه حلوه كده لحد القوام بتاعي ما يبقى ناعم خالص. يعني ما تقلبيش تقلبتين وتقولي كده خلاص، لا، قلبي لحد القوام بتاعك، ما هوريكي دلوقتي توصلي للمرحله دي. زي ما انتوا شايفين، بصوا القوام بتاعنا بقى عامل ازاي، قوام ناعم جدا مفيهوش اي تكتلات. ننزل بقى بالمواد الجافه بتاعتنا. اول حاجه معايا هنا ربع كوب سوري، معايا ربع كيلو من الدقيق، طبعا نخلاه ورش عليه رشه بسيطه من الملح. معايا كمان نص كوبايه من النشا، كمان هضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره. خلاص، نقلب بقى المكونات بتاعتنا بالسباتولا كده، وبعد كده نشيل السباتولا ونبتدي نعجن بايدينا. طبعا احنا مش عايزين نعجن بسكوت البسكريم بتاعنا، ما ينفعش يتعجن يا جماعه، لان طبعا انتوا عارفين البسكوتات يا دوبك بس بنلم الدقيق بمكوناتنا السايله وخلاص على كده. لو انت عجنتي فيها دقيق كتير هتشغلي ماده الجولاطين اللي في الدقيق، وبعد كده الحاجه هتعضم وتنشف معاكي، مش هيبقى هش وناعم زي ما شفتوه في اول الفيديو. خلاص، نقلب بقى كده بطراطيف ايدينا زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتنا مفروله ازاي. هنا دلوقتي انا هضيف عشان الم العجينه بتاعتي ربع كوبايه من اللبن. هنا في دقيق هيضطر ياخد الربع كوبايه من اللبن اللي انا حطيتها دي، وفي دقيق لا، يعني في دقيق هيكتفي بالسوائل اللي انا حطيتها في اول الفيديو، وفي دقيق هيحتاج الربع كوبايه زي ما انتم شايفين. لو وانتوا بتعجنوا بعد ما لميتوا العجينه لقيتوها وصلت للمرحله دي، خلاص ما تضيفوش الربع كوبايه من اللبن. لو انتوا لقيتوها مفروله زي ما انتوا شفتوها معايا، خلاص استكفوا بالسوائل اللي احنا ضفناها في اول الفيديو. يا رب يكون واضح قدامكم عشان الحاجه ما تبص منكم. تعرفين الحاجه بقت غاليه جدا اليومين دول، وعايزين نعمل حاجه ما تبص مننا. خلاص، زي ما انتوا شايفين العجينه بتاعتنا عجينه ماسكه نفسها زي ما واضح قدامكم كده. انا هنا هقسم العجينه بتاعتي اتنين، هعمل جزء بالكاكاو وجزء هخليه ابيض. انا هنا فصلت العجينه لجزئين بالويم كده، مش بالميزان ولا حاجه، لو انت حابه تحطي على الميزان حطي على الميزان. خلاص، نيجي بقى هنا للجزء التاني ده، نحط عليه معلقتين كاكاو خام وهقلبهم كويس مع بعض. وانت بتقلبي الكاكاو على العجينه بتاعتك، ان حسيتي العجينه فرولت منك شويه حطي معلقه واحده من الزيت، واوعي تضيفي اكتر من كده. خلاص، لقيتيها لينه في ايديكي، طبعا القوام ده انت بتحسي بيه لما بتكوني بتعجني العجين، يعني مهما انا هوضح لك مش زي ما تكون العجينه في ايديكي. خلاص، انت حسيتي العجينه ناشفه كده في ايدك، مش لينه كده، خلاص ضيفي معلقه الزيت. لقيتي العجينه تمام، خلاص ما تضيفيش. زي ما انتم شايفين كده الجزء التاني اللي عملناه بالكاكاو. معايا دلوقتي جزئين، جزء بالكاكاو وجزء ابيض، هنبتدي نشكلهم مع بعض. هنعملها كور صغننه خالص قد حجم البليه كده، واللي عايزاها على الميزان حطيها من 15 ل 20 جرام، اللي حابب يحطها على الميزان. بصوا زي ما هي واضحه قدامك كده، وديها ما بين ايديكي، اضغطي عليها الاول وبعد كده كوريها. اعملي بقى الكميه بتاعتك كلها وبعد كده هقولك هنشكل ازاي مع بعض. بصوا ما بين كفوف ايديكي كده، اضغطي بس عليها الاول، لو ما ضغطتيش عليها هتلاقيها فرولت في ايديكي. بصوا، وبعد كده ما بين كفوف ايديكي كده وحراره ايديكي هتروح متكوره وتبقى معاكي زي الفل، نعمت وزي الفل. اوريكم كمان واحده بالشوكولاته او بالكاكاو.
انا عندي الولاد وانا برضو شخصيا بحب الحاجه اللي بتبقى فيها الميكس دي ما بين الابيض والشوكولاته، بتدي طعم حلو قوي. يعني مش بحب الشوكولاته لوحدها ومش بحب الابيض لوحده. اكتر حاجه الولاد عندي بيتفقوا عليها اللي هو الميكس، وهو فعلا بيبقى طعمه خطير جدا. نعمل بقى الكميه بتاعتنا. اهم حاجه بس تضغطي عليها كده ما بين صوابعك الاول، وبعد كده تروحي مكوراها. بصوا كده انا عملت الكميه بتاعتي كلها. تعالوا بقى ايه نشوف هنشكل ازاي مع بعض. انا هاخد 6 كرات، 3 بالشوكولاته و3 من الابيض. احط واحده بيضه وواحده شوكولاته، واحده بيضه وواحده شوكولاته، زي ما واضح قدامكم كده. بعد كده بصوا طريقه تكون بطريقه دائريه. خلاص هبتدي بقى ايه المهم على بعض. اهم حاجه تروحي لماهم وضغطهم كده بايديكي على بعض عشان تخليهم يتماسكوا في بعض زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هروح مكوراها تكويره بسيطه كده ما بين كفوف ايديا، واضغط عليها ضغطه بسيطه. طبعا البسكوت بتاعنا فيه بيكنج باودر. بصوا تكويره بسيطه يعني مش قوي. وبعد كده هروح ضغطه كده بكفوف ايديا زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصوا الرسمه بقت شكلها جميل جدا. تعالوا كمان نعمل واحده تانية مع بعض. حاولي ما تكوريش قوي فيها عشان ما تفرولش معاكي، يعني لو فضلتي تكوري فيها كتير هتفرول معاكي. هي بس ما بين كفوف ايديكي كده بالراحه. خلاص وارجعي روحي ضغط عليها ضغطه بسيطه. طبعا البسكوت بتاعنا هيرجع يلم هيفرش تاني هيفرش تاني في الفرن عشان احنا حاطين بيكنج باودر. خلاص انا لميتهم على بعض زي ما انتم شايفين كده. بصوا وبظبط كده على قد ما تقدري. اضغطي بالراحه، يعني ما تضغطيش اللي هو تفعصيهم جامد ما بين ايديكي، لا اضغطي بس بالراحه. وبعد كده اظبطي الشكل، كوري وارجعي اضغطي. الشكل طالع معانا تحفه ازاي. طبعا اول ما تخلصي تشكيل على طول هتدخلي الفرن. طبعا الفرن بتاعي انا حاليا مشغلاه يسخن عشان اول ما اخلص ادخله على طول الفرن. الفرن بتاعك هيكون سخن من قبلها حوالي بتلت ساعه او ربع ساعه. وهتدخلي البسكوت بتاعك على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني. خلاص هياخد حوالي، مش هياخد وقت كتير، هياخد من 10 دقايق ل15 دقيقه بالظبط في الفرن لحد ما هيطلع معاكي. وهوريكي دلوقتي. بصوا بصوا الشكل. عايزه اقولك كمان الحلو فيه ان كل واحده طالعه مختلفه عن التانية، كل واحده طالعه شكل. انا هنا كورت شويه وحطيت فيهم شوكولاته شيبس، وانا طبعا وريتك شكل الشوكولاته الشيبس لان اشتغلنا بيها كتير مع بعض في فيديوهات كتيره. انا اخدت وانا بكور بقيت احط واحده بس من شوكولاته الشيبس في النص، وعايزه اقول لكم طعمها كان في منتهى الجمال. حطيت واحده في النص ورجعت حطيت الست كور، واحده بيضه واحده بالشوكولاته واحده بيضه بالشوكولاته، وبعد كده رحت ضغطاهم على بعض زي ما انت شايف قدامك كده بالفيديو. بصوا وبعد كده اهم حاجه تضغطي. الضغطه دي مهمه عشان تجمعيهم تاني مع بعضيهم. لو جيتي كورتي وهم ما تلموش كويس هيفرولوا في ايديكي. واخده بالك انا قصدي ايه؟ يا رب يكون واضح قدامكم في الفيديو اكتر من الكلام. بصي اضغطي بقى. اكتر خطوه مهمه انك تكوري كده وبعد كده تروحي ضغط. بصي الشكل معايا حلو جدا يا جماعه، حلو جدا، جربوه صدقوني هيعجبكم جدا. ده كان اول صاج خلص معايا. دخله الفرن على درجه حراره 170، هياخد حوالي من 10 دقايق لربع ساعه على حسب قوه الفرن بتاعك. هيطلع بصوا شايفين الجمال. عايزه اقول لكم طعمه خطير جدا والشكل وهو كله على بعضه صراحه تحفه يا جماعه، لازم تجربوه. بصوا السوا، بصوا شكل البسكوت عامله ازاي. مخدش مننا وقت ومخدش مننا مكونات، طعمه حلو جدا وهيعجب ولادكم جدا. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واللي متابعيني على الفيس يا ريت تعملوا فولو للصفحه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.